السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد هيثم في تاني حلقات توب 10 كورة. اتمنى ان شاء الله تكون الحلقة اللي فاتت عجبتكم، اللي هي كانت بخصوص اقوى 10 ماتشات في تاريخ الديربي في مصر. حلقة النهارده تبقى مختلفة شوية وهنتكلم عن اقوى 10 ماتشات في التاريخ للمنتخب المصري. قبل ما نروح المركز العاشر، اتمنى ان شاء الله لو الحلقة عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا لي في الكومنتات التوب 10 بتوعكم، او على الاقل التوب 5 بالنسبة لاقوى 10 ماتشات للمنتخب المصري ليها ذكرى معاكم او فرحتوا فيها او شايفين ان هي كانت ماتشات قوية جدا. واتمنى كمان انكم تكتبوا لي في الكومنتات رايكم في الحلقة، وتكتبوا لي في الكومنتات مواضيع وافكار حابين ان احنا نتكلم فيها في الحلقات الجاية باذن الله. ندخل بسرعة للمركز العاشر، والماتش اللي انا حطيته بصراحة من اكتر الماتشات اللي انا فرحت فيها وليها ذكرى كبيرة قوي معايا للمنتخب المصري، وهو ماتش مصر والجزائر في قبل نهائي كاس افريقيا سنة 2010 في غانا. الماتش ده مبدئيا كان ليه اجواء حماسيه جدا، وبمجرد ان احنا عرفنا ان احنا هنلاعب الجزائر في قبل النهائي الدنيا ولعت كده، وتحس ان الاجواء بقت حماسيه جدا، وده نظرا طبعا للاحداث اللي حصلت قبلها بسنه في تصفيات كاس العالم وماتش ام درمان الشهير في السودان، وحصل فتنه الحمد لله رب العالمين ان هي راحت لحالها، وحاليا الشعب المصري والشعب الجزائري على احسن حال وعلى ما يرام. نخش بقى بسرعه في جو الماتش ونتكلم كده شويه عنه. الماتش ده كان حماسي جدا، وفعلا المنتخبين كانوا بيحاولوا يهاجموا لكن مش بشكل مباشر على الجون. لحد الدقيقه 24 ضيع عماد متعب اول فرصه للمنتخب المصري، وتصدى ليها تصدي رائع الحارس الجزائري فوزي تشاوشي. في الدقيقه 38 قدر عماد متعب انه ياخد ضربه جزاء، ومش كده وبس، كمان اطرد المدافع الجزائري رفيق حليش في الهجمه ديت، وقدر حسني عبد ربه انه يسجل الهدف الاولاني للمنتخب المصري عشان ينتهي الشوط الاولاني 1-0 لمصر. نخش بسرعه للشوط الثاني، وطبعا نظرا للنقص العددي اللي الجزائر كانت بتلعب بيه، المنتخب المصري سيطر سيطره كامله على الشوط الثاني، وكان ممكن ان احنا نزود النتيجه وكان ممكن نحرز اهداف كتير، لكن ده ما حصلش غير في الدقيقه 61 لما احرز محمد زيدان هدف جميل جدا من بره منطقه الجزاء لتصبح النتيجه 2-0 للمنتخب المصري. في الدقيقه 70 تدخل متهور جدا من نزير بالحج على احمد المحمدي علشان ياخد كارت احمر مباشر ويبقى الطرد الثاني، وتلعب الجزائر ب9 لعيبه شافي بعد نزوله بدقيقتين بس يضيف الهدف الثالث للمنتخب المصري. وفي الدقيقه 86 الحارس فوزي تشاوشي ياخد الكارت الاحمر الثالث علشان الجزائر تلعب ب8 لعيبه، وطبعا تعتبر المباراه شبه انتهت، ويضيف محمد ناجي جده الهدف الرابع في الدقيقه 93. نخش بسرعه على المركز التاسع. الماتش كان ليه ذكرى معايا كبيره جدا، والماتش ده كان حماسي جدا وقوي جدا، وانا شخصيا والله ما كنتش مصدق اللي بيحصل ولا اللي انا بشوفه في التلفزيون من كتر ما انا كنت متفاجئ. الماتش هو ماتش مصر والكوت ديفوار في قبل نهائي افريقيا 2008. الماتش خلص 4-1 لصالح المنتخب المصري. بدأ منتخب الكوت ديفوار مهاجم جدا اول 10 دقائق، وعلى عكس سير المباراه تماما يحرز احمد فتحي الهدف الاولاني في الدقيقه 11. يكمل الكوت ديفوار الضغط بتاعه عشان يحاول يتعادل، وكان احمد فتحي هيحرز الهدف الثاني بنفس الطريقه، بل يمكن احلى من الجون اللي احنا جبناه، تسديده صاروخيه في الدقيقه 24. انهى المنتخب الاوفواري الشوط الاولاني بهجمه خطيره جدا من دروجبا، قدر ان هو يتصدى ليها عصام الحضري علشان ينتهي الشوط الاولاني 1-0 للمنتخب المصري، ويبدا الشوط الثاني زي ما انتهى الشوط الاولاني بالظبط في الدقيقه 47. اخطر هجمه في المباراه دروجبا رأسيه وتصدي تاريخي لعصام الحضري. نفس السيناريو بتاع الشوط الاولاني يتكرر تاني بالظبط، ويحرز عمرو زكي رأسيه من كورنر في الدقيقه 61. في الدقيقه 63 بعدها بدقيقتين بالظبط سجل كوت ديفوار الهدف الاولاني من تسديده صاروخيه علشان يضيف عمرو زكي الهدف الثالث للمنتخب المصري في الدقيقه 66. استمرت الكوت ديفوار في الضغط واستمرت في الهجوم، واحرز محمد ابو تريكه الهدف الرابع للمنتخب المصري في اخر دقيقه في المباراه. تنتهي المباراه 4-1 للمنتخب المصري، والماتش برده كان حماسي وكان مفاجاه جدا. المركز الثامن معانا هو اخر نهائي كسبنا فيه بطولة كأس افريقيا، وهو ماتش مصر وغانا في نهائي كأس افريقيا سنة 2010. الماتش مبدئيا كان مقفول شوية، وكعادة النهائيات كل منتخب بيحاول ان هو يبقى مقفل وبيلعب بحذر ومش بيهاجم قوي، وفعلا ده اللي حصل. الشوط الاولاني كان شوط ضعيف قوي فنيا. في الشوط الثاني قدر المنتخب الغاني ان هو ينزل مهاجم، وكان ماسك الكورة اكتر من المنتخب المصري، وضيع فرصة خطيرة قوي اخطرها في الدقيقة 79. بعديها ب5 دقائق في الدقيقه 84 يحرز المنتخب المصري اول هدف بعد 1-2 رائع بين محمد زيدان ومحمد ناجي جده. اما بالنسبه للمركز السابع معانا النهارده، فهو يعتبر اقدم ماتش معانا النهارده في التوب 10، هو ماتش مصر وجنوب افريقيا في نهائي كاس افريقيا سنه 1998 في بوركينا فاسو. مبدئيا هتكلم بالظبط لمده دقيقه عن الماتش وعن البطوله بشكل عام. احنا كنا مسافرين البطوله وكانت كل الصحف المصريه وكان كل الناس متوقعين ان احنا هنخرج من دور المجموعات، وكان المتفائل يقول لك ان احنا ممكن نصعد من دور المجموعات ونخرج من دور الثمانيه.
وده نظرا ان احنا كنا في الفتره ديت في جيل بيسلم جيل، يعني كان في جيل بيعتزل كوره اللي هو جيل كاس العالم 90 زي الكابتن جمال عبد الحميد والكابتن احمد شوبير والكابتن هشام يكن واشرف قاسم واسماعيل يوسف. كان في لعيبه كتير قوي خلاص بتفنش كوره وبتعتزل، وكان في جيل تاني هو اللي طالع وكانت الناس كلها مش عارفاه. كابتن محمود الجوهري الجنرال راهن عليهم وخدهم معاه، وكان ابرزهم طبعا عبد الستار صبري وحازم امام وطارق مصطفى ومدحت عبد الهادي وسمير كمون وعبد الظاهر السقا وياسر رضوان ومحمد عماره وعصام الحضري ونادر السيد. وكان جيل محترم جدا وعملوا بطوله تحترم جدا. المفاجاه بقى ان احنا خدنا البطوله ومن جنوب افريقيا حامله لقب البطوله اللي قبليها سنه 1996. نتكلم بقى بسرعه عن الماتش. مبدئيا الماتش فنيا كان ضعيف جدا وما كانش حماسي، وكان يعتبر هجماته قليله، لكن قدر المنتخب المصري ان هو يحرز الهدف الاولاني في الدقيقه الثالثه من تسديده صاروخيه من احمد حسن. مش كده وبس، ده المنتخب المصري احرز الهدف الثاني عن طريق طارق مصطفى في الدقيقه ال11. الشوط الثاني ما اختلفش الوضع كتير، وفضل المنتخبين برضو بيلعبوا بنفس الريتم لحد اخر ربع ساعه في المباراه. حاول ساعتها المنتخب الجنوب افريقي انه يتعادل، لكن الحمد لله ما قدروش ان هم يسجلوا ولا جون عشان تنتهي المباراه بالنتيجه ديت 2-0 للمنتخب المصري. وصلنا للمركز السادس. المركز السادس هو ثالث نهائي معانا النهارده. احنا اتكلمنا عن نهائي مصر وغانا في 2010، واتكلمنا عن نهائي مصر وجنوب افريقيا في 98. النهائي الثالث اللي معانا النهارده هيكون في المركز السادس، وهو نهائي مصر والكاميرون في كاس الامم الافريقيه سنه 2008. مبدئيا كلمه عن البطوله ديت برضو، احنا دي اكتر بطوله لعبنا فيها كوره حلوه، وكلنا متفقين ان البطوله ديت احنا خدناها عن جداره واستحقاق، ولعبنا كوره رائعه وممتعه وكسبنا كل المنتخبات بشكل ممتاز. واكبر دليل ان احنا في اول تلت ساعه في الماتش دوت ضيعنا فرص كتير جدا، وعماد متعب وابو تريكه كانوا ممكن ان هم يسجلوا على الاقل هدفين في الشوط الاولاني في اول تلت ساعه. يعني مصر اول تلت ساعه ضيعت حوالي بتاع 4 فرص. خلص الشوط الاولاني بالنتيجه ديت 0-0. وفي الشوط الثاني حاولت الكاميرون ان هي تهاجم شويه، لكن برضو دون اي اهداف لحد الدقيقه 76 الهجمه الشهيره السونج وزيدان، وقدر محمد زيدان انه يقطع الكوره من المدافع سونج ويباصيها لمحمد ابو تريكه علشان تصبح نتيجه 1-0 للمنتخب المصري. حاولت طبعا الكاميرون ان هي تتعادل، وكان ليها برضو هجمات بس مش خطيره قوي لحد الدقيقه مثلا 86. يمكن في الدقيقه 86 كانت اخطر هجمه ليهم، والحمد لله فاز المنتخب المصري بالبطوله وانتهت المباراه 1-0. اول ماتش معانا في التوب 5 او المركز الخامس معانا هو النهائي الرابع والاخير معانا النهارده، وهو نهائي كاس افريقيا سنه 2006 في مصر ما بين مصر والكوت ديفوار. مبدئيا الماتش دوت من احلى واقوى الماتشات النهائيات في كاس الافريقيه بشكل عام. الماتش دوت كان مثير وكان حماسي جدا، والمنتخبين ضيعوا فرص كتيره جدا. رغم كل اللي انا بقوله لك دوت ان الماتش خلص 0-0 في 120 دقيقه، لكن الهجمات والاثاره اللي كانت في الماتش دوت كانت كبيره جدا. مبدئيا الشوط الاولاني كان شوط حماسي جدا، والمنتخبين كان كل واحد بيحاول انه يخطف جون، لكن ده ما حصلش. مصر ضيعت اكتر من فرصه في الشوط دوت، وكمان الكوت ديفوار بصراحه ضيعت فرص كتير، ابرزها طبعا فرصه حبيب كولو توريه. في الشوط الثاني زاد الريتم وزاد الحماس اكتر، وزادت الفرص كمان للمنتخبين، وابرزها طبعا فرصه دروجبا في الدقيقه 76. لحد الدقيقه 83 يحرز المنتخب المصري الهدف الاولاني في الدقيقه 83 قبل نهايه المباراه ب7 دقائق. عمرو زكي يحرز الهدف الاولاني لمصر، لكن الحكم يحسب اوفسايد ويتلغي الجون علشان نلعب اكسترا تايم. بدأنا الشوط الثالث وفي مفاجأة كبيرة قوي في الدقيقة 94 مصر تاخد ضربة جزاء من محمد بركات، كان مشكوك فيها بصراحة. دخل أحمد حسن عشان يشوطها في العارضة ويستمر اللقاء بالنتيجة السلبية 0-0. انتهت المباراة في 120 دقيقة 0-0 عشان يلعبوا ضربات جزاء، وبضربات الجزاء الحمد لله قدر المنتخب المصري ان هو ياخد البطولة. وصلنا للمركز الرابع، والمركز الرابع هو الاستثناء الوحيد في التوب 10 النهارده، لانه الماتش الوحيد اللي احنا خسرناه. بس الماتش دوت كان لازم يتحط معانا لانه ماتش اسطوري وعمره ما هيتنسي، وهو ماتش مصر والبرازيل في دور المجموعات في كاس القارات في 2009. المهم تعالوا نفتكر مع بعض اللي حصل في الماتش دوت. الماتش بدأ الشوط الاولاني مبدئيا وحش جدا للمنتخب المصري. سجلت البرازيل الهدف الاولاني في الدقيقه 4 بدربكه دفاعيه، بس قدر المنتخب المصري ان هو يتعادل في الدقيقه 8، ودي كانت اول مفاجاه اساسا ان احنا نتعادل بعد 4 دقائق من جول البرازيل. البرازيل استمرت في الهجوم وسجلت الهدف الثاني من لويس فابيانو في الدقيقه 11. استمرت البرازيل في الهجوم برضه، وفي الدقيقه 36 يحرز جوان الهدف الثالث. انتهى الشوط الاولاني بنتيجه 3-1 للمنتخب البرازيلي، وبصراحه كله توقع ان الماتش دوت هيخلص بسكور للمنتخب البرازيلي. نزل المنتخب المصري في الشوط الثاني علشان يتعادل ويحرز هدفين، في الدقيقه 53 محمد شوقي وفي الدقيقه 54 محمد زيدان. ونيجي بقى عند الحته اللي احنا مش عايزين نفتكرها، وضربه جزاء احمد المحمدي الشهيره اللي بايده علشان يسجل كاكا الهدف الرابع من ضربه جزاء وتنتهي المباراه 4-3.
بس بصراحه الماتش دوت من احلى الماتشات ومن احلى الذكريات اللي بالنسبه لي، بعيدا عن ان احنا خسرنا، بس النديه اللي احنا لعبناها ضد البرازيل مخلياني بصراحه احط الماتش دوت في المركز الرابع. وصلنا للمركز الثالث. المركز الثالث هو احدث ماتش معانا في التوب 10 النهارده. المركز الثالث هو بصراحه ماتش ما يتنسيش، هو ماتش مصر والكونغو في تصفيات كاس العالم روسيا 2018. ده كان الماتش قبل الاخير في المجموعه، وكان لازم نكسبه علشان ماتش غانا الاخير يبقى تحصيل حاصل، لان لو كان حصل اي تعثر كنا هنلاعب غانا في غانا، وكان مجبرين ان احنا نكسبها علشان نوصل كاس العالم. نزل المنتخب المصري مهاجم، بس بصراحه ما كانش هجوم قوي قوي، يعني الشوط الاولاني ما كانش فيه هجمه خطره غير هجمه احمد حسن كوكا واحمد حجازي. خلص الشوط الاولاني 0-0، وبدانا الشوط الثاني بهجوم قوي جدا، واحرزنا الهدف الاولاني في الدقيقه 62 من محمد صلاح. المباراة أوشكت على النهاية، وكله بدأ يستعد إن إحنا الحمد لله خلاص بدأنا نحط رجلينا في كأس العالم وفي المونديال. سجلت الكونغو هدف مفاجئ من رأسية في الدقيقة 86 قبل نهاية الماتش ب4 دقايق، عشان الإثارة كلها تكتمل والسيناريو الأسود كله يتحط إن إحنا خلاص مش رايحين كأس العالم، لأن خلاص ده فاضل 4 دقايق. في الدقيقة 93 قدر محمود حسن تريزيجيه إن هو ياخد ضربة جزاء ويسجلها محمد صلاح، علشان الحمد لله إن إحنا نكسب ونصعد ونروح كأس العالم. وصلنا للمركز الثاني. المركز الثاني هو الماتش الاسطوري الثاني اللي احنا عملناه في كاس القارات، ولكن المره دي الحمد لله كانت نهايته سعيده وكسبنا ايطاليا 1-0. مبدئيا المنتخب المصري بعد الاداء العظيم اللي عمله قدام البرازيل نزل قدام ايطاليا مركز جدا، ولا في غرور ولا ان احنا بقى خلاص بقى لعبنا ماتش اسطوري قدام البرازيل فخلاص بقى لو خسرنا من ايطاليا عادي. لا بالعكس، المنتخب بكل لعيبته عملوا ماتش اسطوري، وبصراحه كان على راسهم عصام الحضري. نزل المنتخب الايطالي مهاجم شويه، وده طبعا كان طبيعي، ونزل المنتخب المصري مدافع، وبصراحه برده كنا عاملين ماتش دفاعي حلو. ما كانش فيه هجمات خالص للمنتخب المصري في الشوط الاولاني، باستثناء الهجمه الوحيده او الشوطه الوحيده لحسني عبد ربه اللي جه منها كورنر، وكان احلى كورنر في المباراه، لان احرز منه محمد حمص واحرز منه المنتخب المصري الهدف الاولاني عشان ينتهي الشوط الاولاني 1-0. الشوط الثاني طبعا ما كانش فيه اي وجود هجومي خالص للمنتخب المصري، لكن منتخب مصر عمل ملحمه دفاعيه، وكان طبعا على راسها عصام الحضري اللي صد فرص كتير قوي للمنتخب الايطالي، والمنتخب الايطالي عجز ان هو يسجل اي اهداف في الدفاع المصري وفي عصام الحضري. انا شخصيا فرحت جدا في الماتش دوت، وعمري ما هنسى بصراحه الماتش دوت، وشايف ان هو يستحق يبقى معانا في المركز الثاني، وده ثاني اقوى ماتش معانا النهارده. وصلنا للتوب 1، والتوب 1 النهارده والماتش اللي كسب معانا الحلقه بصراحه انا شايف من وجهه نظري ان هو ماتش من احلى الماتشات اللي المنتخب لعبها. انا كنت في الاستاد في الماتش دوت، وبصراحه الفرحه اللي انا فرحتها في الماتش دوت عمري ما هنساها، وهو ماتش مصر والجزائر في تصفيات كاس العالم سنه 2009. ماتش خلص 2-0، سجل عمرو زكي في اول دقيقه في المباراه الهدف الاولاني، وكان ممكن محمد ابو تريكه يسجل الجون الثاني لمصر في الدقيقه 9 بنفس الطريقه او بهجمه شبه قوي الجون الاولاني اللي سجله عمرو زكي. منتخب الجزائر القوي بصراحه كان خطير جدا، وكان ممكن يسجل هدفين في الشوط الاولاني، واحده من رفيق حليش وواحده من عنتر يحيى. خلص الشوط الاولاني 1-0 للمنتخب المصري، وكان لازم منتخب مصر يكسب على الاقل فرق جونين في الماتش دوت. المنتخب الجزائري كمان كان ليه وجود قوي في الشوط الثاني، وكان ابرزه اللوب اللي تصدى ليه عصام الحضري من رفيق صيفي في الشوط الثاني. اخطر هجمات المنتخب المصري كان في الشوط الثاني من احمد المحمدي، رأسيه وتصدى ليها الوناس جواوي حارس منتخب الجزائر، وفاضل ثواني وتنتهي المباراه ويتم اعلان وصول الجزائر لكاس العالم. وفجأة يحرز عماد متعب الهدف الثاني للمنتخب المصري بعد عرضية من سيد معوض، وتصبح النتيجة 2-0. بعد جون عماد متعب كان ممكن ان احنا نسجل الجون الثالث بفرصة محمد بركات الشهيرة، لكن الحمد لله ربنا ما أردش وقدر الله ما شاء فعل، وفي الاخر برضو ما رحناش كاس العالم. لكن الماتش دوت بصراحة من اكتر الماتشات اللي فرحت فيها، واكتر الماتشات اللي كل ما بشوفها بتحمس جدا، وشايف ان ده اكتر ماتش للمنتخب ليه ذكرى معايا، واكتر ماتش للمنتخب انا فرحت فيه. وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، واتمنى تكون التوب 10 مبدئيا عجبوكم، واتمنى تكون الحلقه بشكل عام عجبتكم. استنى اعرف رايكم في الكومنتات، تكتبوا لي التوب 10 من وجهه نظركم، وكمان باذن الله لو الحلقه عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل الحلقه الجايه على خير. سلام عليكم.